تم تعيين الطبيب شون رئيسا للأطباء في القصر، وفرحت جونجما لهذا وقالت لهم: سوف أذهب للمركز الصحي لأني أريد اكتساب مزيد من الخبرة. حزن الجميع لذهابها حتى صديقتها شيمبي، فقالت لها جونجما: يجب علينا كممرضات أن نكتشف الأمراض وأن نكتشف علاجها، وهذا لن يحدث في القصر. يجب علينا الخروج للبحث عن هذا. وذهبت جونجما إلى المركز الصحي لعلاج الفقراء. عندما وصلت هناك وجدت مين جانج يقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة. سألته جونجما: لماذا جئت هنا؟ فقال لها: كنت أريد رؤية المكان، وتركها وذهب، وكان واضح عليه الزعل والضيق. واستمرت جونجما في علاج الفقراء في المركز الصحي. وفي الليل ذهبت إلى مين جانج وقالت له: أرجو منك الاستمرار في تعليم الأطفال القراءة والكتابة. فقال لها: هل جئت من أجل هذا فقط؟ حسنا، عندما أكون متفرغا سوف أقوم بهذا. وتركها وذهب. في الصباح وجدته يعلم الأطفال القراءة في المركز الصحي، فقالت له: هل ستأتي كل يوم؟ فقال لها: لماذا؟ فقالت: أريد رؤيتك كل يوم. قال لها: لماذا لم تقولي من البداية؟ لقد تحملت الصعاب كلها من أجلك، وكل هذا ولا تعرفي لماذا. وضحك وقال: لقد جعلتك تعترفين أخيرا. فضحكت شونجوما.
في هذا الوقت تم اختيار الوظيفة مين الوظيفة الأولى للمطبخ الملكي، وكانت مندهشة جدا. طلبت الملكة رؤية جونجما لموضوع مهم، فجلست جونجما أمامها، وكانت الملكة تحمل طفلها ولي العهد الصغير، وط- وطلبت منها البقاء في القصر لأنها متعبة نفسيا. أشعر بالخوف الشديد على ابني من المستقبل، فقالت لها جونجما: لماذا تقولين هذا مولاتي؟ فردت عليها: الوضع في القصر مرعب وأخاف على ابني. وأعطت لها ظرف أحمر به نقود. أريد منك أن تكوني بجانبي وتساعديني. حاولت جونجما فهم ما تقول، ففهمت أنها تريد منها التخلص من ولي العهد الكبير بطريقة لا يشك بها أحد، حتى يتم تعيين ابنها الملك بعد أبيه. وكان ولي العهد الكبير مريض ويتم معالجته، وكان الملك حزين من أجله. لم تكن جونجما تعرف ماذا تفعل، فذهبت إلى مين جانج، وعندما رآها ضحك، لكن أحس بشيء خطير في وجهها. قال لها: هل حدث شيء؟ فقالت له: لا، لم يحدث، لكني اشتقت إلى هذا المكان. فقال لها: وأنا أيضا أحب هذا المكان. لقد فكرت في فتح مدرسة هنا، وأنتِ تفتحي عيادة بجواري، ونبقى معا. فسكتت جونجما، فقال لها: ألا تحبين هذا جونجما؟ فقالت له: بل أريد، وبكت. فقال لها: هل يوجد شيء؟ قولي لي. لكنها لم تخبره لأنها تخاف عليه من الملكة. عندما ذهبت جونجما إلى الملكة مرة أخرى، قالت لها: لقد أنقذت حياتك في الماضي جونجما، ويجب عليك رد الجميل لي ومساعدتي في هذه الخطة. جلست جونجما لوحدها في الليل لا تعرف ماذا تفعل. بعد تفكير كبير طوال الليل، قررت جونجما رفض طلب الملكة، وقبل الذهاب إليها قررت أن تذهب إلى مين جانج لرؤيته للمرة الأخيرة. ذهبت معه إلى السوق، وكانت سعيدة جدا معه.
لم تكن تريد أن تقول له على ما حدث. أثناء رجوعهم أعطى لها مين جانج هدية وقال لها هذه لكي تتذكريني دائما. فأعطت له جونجما أغلى شيء تملكه من أبيها وقالت له هذه تحمل كل ذكريات طفولتي وتحمل بعض الذكريات التي حدثت لنا، أرجو منك أن تحتفظ بها للأبد. ورجعت وهي حزينة تنتظر الصباح حتى تذهب للملكة وتخبرها بقرارها. ذهبت جونجما إلى الملكة وقالت لها مولاتي لقد أنقذت حياتي في الماضي وأنا أقدمها لك الآن لأني لا أستطيع أن أفعل هذا لك. قالت لها الملكة تعرفين أن حياتك في يدي. فردت عليها جونجما أنا لا أستطيع تغيير مبادئي وأخلاقي، لم أتعلم الطب لكي أنهي حياة البشر بل لإنقاذ حياتهم. وكان الملك يستمع لهما من الخارج. قالت لها الملكة سوف أجعلك وصيفة مساعدة لي ولن يستطيع أحد أن يفعل لك شيء بشرط أن توافقي على ما طلبته منك. بعد توتر الوضع قالت الوصيفة المساعدة لقد حضر الملك. ففزعت الملكة ودخل الملك وقال لهما فيما تتناقشان. كان يعرف أن الأمر خطير لكنه لم يعرف تفاصيل الأمر. فقالت الملكة كنت أريد أن تكون جونجما الوصيفة المساعدة لي. فقال الملك تستحق جونجما هذا المنصب. كان الملك يعلم أن هناك شيء وراء هذا المنصب لكنه لا يعرف لماذا.
طلب الملك من السكرتير إحضار جمجمة. دخلت جمجمة على الملك وقال لها: ماذا طلبت الملكة منك؟ فسكتت جمجمة ولم تتكلم. قال لها الملك: إذا لم تقولي لي سوف تموتين. قالت له جمجمة: لا أستطيع أن أقول أي شيء مولاي، اقتلني لكي لا أستطيع أن أقول. خرجت جمجمة تبكي وجلس الملك يفكر ماذا يفعل. ذهبت جمجمة بسرعة تبحث عن مين جانج. ذهبت إلى مكان تعليم الأطفال الفقراء وقالت لهم: أين مين جانج؟ فقالوا لها: لقد ذهب منذ قليل. فذهبت إلى بيته. فجاء مين جانج وقالوا له أن الممرضة جمجمة تبحث عنك، فذهب إلى بيتها يسأل عنها، وذهبت هي إلى بيته تسأل عنه. وظل الاثنين يبحثون عن بعض حتى جاء الليل. وأخيرا وجدوا بعض. كانت جمجمة تنظر إليه وتبكي، ومين جانج لا يعرف ماذا حدث. قالت له: لما تركتني؟ كنت أبحث عنك في كل مكان، لقد قلت لي أنك تريد أخذي إلى مكان بعيد عن هنا، فلماذا تركتني وحيدة؟ أرجوك خذني من هنا، لا أريد أن أعيش هنا، أرجوك.
أرجوك خذني معك إلى أي مكان، أي مكان غير هنا، أرجوك. حكت جونجما لمين جانج على كل ما حدث، فقال لها: سوف أقدم استقالتي غدا للملك، وأخذك ونهرب سويا من هنا إلى مكان لا يعرفنا أحد فيه. عندما ذهب مين جانج لتقديم استقالته، سمع الملك وهو يقوم بتعيين جونجما طبيبة خاصة به، رغم اعتراض الوزراء على هذا. في نفس الوقت كانت جونجما تترك رسالة وداع لعائلتها، لكن مين جانج لم يقدم استقالته. علمت الملكة بما حدث وقالت: كيف تصبح ممرضة طبيبة خاصة بالملك؟ هذا لا يعقل. كانت جونجما تنتظره، عندما جاء قالت له: لم أتوقع أنك سوف تأتي. فقال لها: لقد وعدتك وأنا لا أخلف وعدي أبدا. كان ينظر إليها يريد أن يقول لها ما حدث، لكن شيء بداخله يمنعه. ذهبوا لكي يركبوا مركب للذهاب إلى مدينة أخرى، وكان مين جانج يساعد جونجما في الصعود، وكانت هي سعيدة بهذا.
وعرفت عائلتها أنها ذهبت مع مين جانج إلى مدينة بعيدة. قال مين جانج: هل أنت خائفة؟ فقالت له: بل سعيدة وفرحانة بوجودك معي. فقال لها: أما أنا فخائف أن يكون هذا حلم سوف يمر سريعا. اجتمع الوزير مع الأطباء والممرضات، وكان منزعج جدا من تعيين ممرضة طبيبة خاصة للملك. حتى الملكة الأم انصدمت عند معرفتها بهذا الأمر. عرف الوزير المسؤول عن مين جانج بهروبه مع الممرضة، وطلب من الحارس أن يذهب ويقبض عليهم بسرعة. عند وصولهم كان الجليد كثيف جدا، وكان صعب المشي عليه. فقال لها مين جانج: هذا الطريق خطر جدا، اركبي على ظهري لكي أحملك. فضحكت جونجما وركبت على ظهره. وكانت جونجما تضحك بشدة، فقال لها: لماذا تضحكين؟ فقالت له: تذكرت عندما قام أبي بوضع حجارة على النهر لكي تعبر أمي، وكانت لا تعرف أن أبي يفعل هذا. وهنا بدأت قصة حبهما. حدث في الحلقة الثانية. فقال لها: إذن انزلي وسوف أبني لك جسرا من الحجارة لتعبري عليه. فقالت له: لن أنزل. فقال لها: هيا انزلي. فقالت: لن أنزل. وضحكوا هما الاثنين، وأنا كمان. فوجدوا قارب، فقال لها مين جانج: هذا مناسب لرحلتنا لكي نذهب بعيدا.
لكن فجأة ظهر الحراس وقال قائدهم لمين جانج: أنا آسف سيدي، لكن لدي أوامر بالقبض عليكما. لكن مين جانج رفض هذه الأوامر ورفع سيفه عليهم وقال لهم: أنا سوف أذهب من هنا ومع جونجمو ولن يستطيع أحد إيقافي. فقال القائد: حسنا، كان لا يريد أن يحارب رئيسه في العمل. فجأة ظهر رئيسه الوزير وقال له: ماذا تفعل معها؟ وقد تم تعيينها طبيبة للملك. فصدمت جونجما لأنها لم تكن تعرف هذا. ماذا ستفعل جونجما؟ هل ستقبل المنصب أم ستهرب مع مين جانج؟ هذا ما سوف نعرفه الفيديو القادم إن شاء الله. أرجو منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أحبكم في الله.